سلسلة النصائح وتوجيهات من دروس شيخنا الداعية البار وهبان بن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. الكفار من الرياضيين وخطر الترحم عليهم. ويا للعجب من بعض المسلمين. من هو اللاعب الذي مات قريب؟ مارادونا. هذا اللاعب الذي هو مارادونا نسمع من بعض شباب المسلمين ومن أبناء المسلمين من يترحم عليه. إيش كان هذا مارادونا؟ هذا مردوا في قبره في النار. من هو؟ على أي دين هو نصراني ولا إيش؟ إذن على كل هو كافر. هذا كافر. لا يجوز أن تترحم على الكفار، لا يجوز أن تترحم على الكفار. هؤلاء كفار، هذا بالإجماع. هذا كافر. السبب يا إخوة أن ترى شبابنا شباب المسلمين يترحمون ويتألمون ويندمون بسبب أمور. الأمر الأول الجهل الذي وصل إليه شبابنا ووصل إليه أبناء جلدتنا ووصل إليه أبناء الإسلام أو بعض أبناء الإسلام. هذا الجهل أوردهم إلى هذا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي، هذا رسول الله وهذه أمه، فكيف هذا كافر؟ هذا كافر. بيننا وبين الكفار معلوم ما هو بيننا وبينهم. هؤلاء أعداء لنا وأعداء لديننا وأعداء لمقدساتنا وأعداء لشعائرنا وأعداء لأخلاقنا وأعداء للقرآن الذي أنزله الله علينا وأعداء لرسولنا صلى الله عليه وسلم، أعداء لأطفالنا لنسائنا لرجالنا، وتأتي تترحم عليه أنت بسبب أنه لاعب كرة. فالسبب الأول هو الجهل. السبب الثاني بعد بعض شباب المسلمين وأبناء المسلمين عن سؤال أهل العلم. فاسأل العلماء هل يجوز لك أن تترحم عليه أم لا؟ هذا كافر يا أخي. أجمع المسلمون على حرمة الترحم على الكفار. أيضا الغفلة، هذه من الأسباب الذي جعلت بعض شبابنا يترحمون على هؤلاء، الغفلة التي داهمتهم. وأيضا من الأسباب عدم معرفة أهمية الولاء والبراء في ديننا. أنت والي مسلم يا أخي، المطلوب أن نوالي المسلمين وأن نحب المسلمين وأن نكرم المسلمين. أما الكفار ليس بيننا وبينهم كما سمعت، ليس بيننا وبين الكفار الترحم عليهم أو الحب لهم أو التقديس لهم أو لدينهم. هذا أمر مهول، ما هو بالأمر السهل، هذا أمر عظيم جدا. فما يحصل من بعض شبابنا هداهم الله أنه يترحم عليه. يا معشر الرياضيين من أبناء المسلمين اتقوا الله واعرفوا أمر دينكم. يا معشر الرياضيين الذين يتابعون الكرة ويتابعون مثل هذه الأشياء اتقوا الله، فلا ينبغي لهم أن يترحموا على هؤلاء بحجة أنك لاعب كرة وتحب الكرة وترغب في الكرة، تترحم على أعداء، على عدو من أعداء المسلمين أراح الله المسلمين من شره وتوفي على ما هو عليه من الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لك. أقول لمن يتابعون الكرة والرياضيين هذه المسألة ما تحتاج استعطاف ولا تحتاج أن هذا كان لاعب كذا أو كان صاحب كرة كذا. المسألة هذه دين، المسألة دين. كم يموت من علماء المسلمين، كم يموت من علماء الإسلام. هل تجد واحدا من الكفار يترحم على مسلم من المسلمين أو على عالم من العلماء؟ وأن تأتي لي إلى لاعب كرة تترحم عليه وتندم عليه، وبعضهم ربما يأتي بالكلمات ويعلق صوره ويعلق بعض المقاطع له. يا أخي هذا كافر، هذا كافر. هؤلاء الذين يلعبون الكرة ويتابعونها، أقول المسألة ليست مسألة كرة. أنا أتكلم معك باسم دين، من حبنا وشفقتنا على
أبناء المسلمين. شباب المسلمين هم جزء من المسلمين، وحبنا لهم كمسلمين وإرادة الخير لهم منا كمسلمين نحن ندعو لهم كثيرا، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية والرشاد. لكن أن الشاب يأتي يتابع لهذا ويندم عليه ويتألم على كافر مات، المطلوب أن المسلمين يزجرون من وجدوه يترحم عليه، أو عبر التواصلات أو الفيس أو غيره، المطلوب أن يزجر، هذا كافر هذا كافر، ما بيننا وبينهم إلا ما سمعت، هؤلاء هم أعداء الدين والملة، فلا تترحم على كافر مات، قل الحمد لله الذي أراح المسلمين من شره وأراح المسلمين من وجوده، ما تترحم عليه، هذا من الخذلان. وغالب من يترحم عليه هو من الشباب الذي ما فهموا المسألة، وإلا الحمد لله شباب المسلمين مجرد أن يصل إليهم الحكم الشرعي غالبا تجد أن شبابنا بحمد الله يتفهمون الأمور ويدركون الأمور ويلتزمون بأوامر الدين وينضبطون بالضوابط الشرعية. فالأشياء الدنيوية على جهة، لكن الدين مطلوب منا جميعا أن نكون في باب ديننا جميعا، نقف مع ديننا جميعا، نعز ديننا جميعا، نحافظ على هذا الدين صف واحد في باب الدين، هذا هو ديننا، هذا هو خيرنا، هذا هو عزنا، هذا هو نجاتنا بفضل الله في الدنيا والآخرة. فلنحافظ على هذا الدين، وليكن الشباب عندهم أمر الدين هذا رأس الأمر. أمر الدين هذا لا ينبغي لأحد من الشباب أن يتهاون به أو يتساهل فيه، لا، هذا دين شيء مقدس، شيء كبير، شيء عظيم، هذا هو المطلوب كما سمعتم. فنسأل الله أن يصلح أحوال الشباب، نسأل الله أن يصلح أحوال شباب المسلمين. كم قصص تأتينا أخبار عما يفعله بعض لاعبي الكرة من المسلمين إذا فعل شيئا مما فيه نصرة للإسلام، الكفار يتألمون وينزجرون وينزعجون من هذا الفعل، وليش وكيف والمقام ما هو مقام هذا، المطلوب كذا. هذه المحاربة للدين، هذه المحاربة للدين، وهذا هي الوقوف ضد الدين. نقول للشباب انتبهوا انتبهوا، ديننا هو أغلى ما عندنا، هذا الدين أغلى وأعظم ما عندنا. من يقول أنا أفدي دينك ويريد دين اليهود والنصارى، هو يقولها بعضهم بجهل، إلا هذه كلمة كفر، لأنه مقدس لدين هذا الكافر ومعظم لدين هذا الكافر، ويجعل جسده وروحه دفاع عن هذا الكافر، دفاع عن دين هذا الكافر. أرواحنا وأجسادنا هي دفاع عن ديننا، دفاع عن ديننا، أما عن دين الكفار ما هي دفاع عنها. أقيم الجهاد في سبيل الله مع الكفار من أجل أن نقيم ديننا، لا من أجل أن نقيم دينهم. فالمطلوب أن تفدي دينك، مش تفدي دين يهودي ولا نصراني. يا إخوة، بعض الشباب يقلد لاعبي الكرة كما سمعتم من الكفار، كما ذكر يحلق هذا اللاعب لحيته على صفة معينة، يأتي شباب الإسلام وشباب المسلمين يقلدون هذا الكافر. يا سبحان الله، رسولك صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بالفعل وأمرك بإعفاء اللحية تخالفه وتطيع هذا الكافر وتفعل مثل هذا الكافر؟ ليش ما تقتدي برسولك الذي أرسله الله رحمة للعالمين؟ ليش ما تقتدي برسولك الذي كان سببا بفضل الله لنجاتك من النار؟ ليش ما تقتدي برسولك الذي أرسله الله إليك وأنزل معه أفضل كتبه؟ ليش ما تقتدي بهذا الرسول؟ ترى فعل يهودي أو نصراني وتقتدي به؟ ما هكذا يا شباب الإسلام، ما هكذا يا أبناء المسلمين، ما هكذا يا أبناء الأنصار، يا أبناء الأوس والخزرج، ما هكذا يا من حارب رسولكم الكفار، ما هكذا يا من قال رسولكم خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، ما هكذا ينبغي لكم أن تقلدوا أعداء الإسلام.
وأعداء الملة. هذا يهودي ونصراني، تقلد قص الشعر مثله، تقلد حلق اللحية مثله. اتق الله، اتق الله، لا ينبغي لك أنت تعينه الآن على الشر وتكثر من سواد المتابعين له، تكثر من سواد المتابعين له. انظروا، أنا أريد أن أسأل شبابنا أينما كانوا، أريد أن أسأل شباب المسلمين أينما كانوا، هاتوا لي في مشارق الأرض أو في مغاربها أو في شمال الأرض أو في جنوبها أن هناك كافر من الكفار نشر شيئا لعالم من علماء المسلمين ودعا إلى أن هذا العالم يتبع وأن هذا العالم يمشى خلفه. هاتوا لي على مستوى الكرة الأرضية أن هناك عالم من علماء المسلمين الكبار توفي ورأيتم واحدا من اليهود أو النصارى ترحم عليه ودعا له مثلا. ما نحن بحاجته، حتى لو دعاه كافر، لو دعا ليل ونهار هو كافر. لكن مرادي انظروا ما هم حول المسلمين، هم حول التشويه والطعن والاحتقار والازدراء للإسلام وللمسلمين. لماذا شباب المسلمين ما حصل من أمور اليهود أو النصارى يتبعه في قوله، يقلده في حركاته، يتابعه في يوتيوبه، يتابعه في الفيس، يتابعه؟ يا شباب المسلمين ما هكذا، ما هكذا. انظروا شبابكم الأول وانظروا إلى محافظتهم على الدين ورعايتهم للدين. يقول شخص ينصح بترك متابعة اللاعب ميسي، وهذا الميسي هذا له سيزي في حلقه، يقول ينصح بترك متابعة اللاعب ميسي، فيقول ما أدراك أنه أفضل منا عند الله. كذبت، كذبت، ما دام أنه كافر ليس أفضل عند الله. كذبت وألف كذبت. الكافر ليس له فضل عند الله. المسلم الواحد أفضل من ملء الأرض من الكفار، بل لا يقاس، لا يقاس هذا. المسلم الواحد أفضل من ملء الأرض، كما تعرفون الحديث في ذلك من الكفار. تأتي تقول لي كافر أفضل عند الله، هذا بعد عن الحق وظلم وجور، هذا كافر، هذا كافر. هذه الكلمة تقال في المسلمين. إذا كان مسلم مع مسلم تقول ما يدرك من هو أفضل عند الله، كلام طيب، لأن هذه أمور غيبية ما عندنا دليل صحيح صريح إن هذا أفضل من هذا إلا ما جاء به الدليل من فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم وقوله في صحابته. أما غير المسلمين، أما غير من المسلمين ما عندنا دليل يثبت هذا أفضل من هذا من جهة إذا استووا في الخيرية أو رأينا الصلاح من الاثنين. وأما الكفار ما هناك كافر. أصبع المسلم أفضل من ملء الأرض من الكفار، أصبع مسلم. هذا يأتي يقول لي هذا أفضل من مسلم، نعوذ بالله من الخذلان.